ازيك؟ انا الحمد لله يا حبيبتي زي الفل. انا بنت عمري 26 سنه متخرجه صيدلانيه، بحب شاب من 8 سنين. كده القصه خلصت. صدقيني يعني 8 سنين دي القصه خلصت، بالذات رقم 8. ليه؟ ما بحبوش. لو كانت 9 سنين كانت عاديه تعدي. كنت بنت صغيره ومش واعيه للحياه ابدا، والفكره انه كان الله اكبر متجوز ومنفصل وعنده بنتين بس. كان حاسس يا رضوى. والله العظيم شفت؟ عيب عليك قلب الام يا جو. وعنده بنتين بس يا رضوى. وانا قلت ده ما يعيبش الراجل، يمكن تجربته فشلت. انا فضلت معاه سنين وبعدها اكتشفت ان هو مرجع مراته ومخلف منها. يا جماعه يا جماعه يعني قوي. وانا ما اعرفش، انا اتصدمت بس عرفت الحقيقه. وكل شويه بيقول لي ان انا حب حياته. اقسم بالله كلهم بيقولوا كده، انت حب حياتي دي، وما بتطلعيش في اخر حب حياته. انا عمري ما قلتها تصدقي، بس قلت حاجات تانية بس ما قلتش دي. تمام. صدقته من كتر الزن، لكن اكتشفت ان انا الطرف الثالث، طلعت هي الطرف الثالث يا حبيبه مامتها. دخلت في حياته هو خدعني، وانا ما عرفتش غيره في حياتي، ومش قادره استوعب غيابه من حبي ليه، واني اتعودت عليه. احكي لي اعمل ايه؟ احكي لها تعمل ايه؟ محتاجين نتعلم ازاي نقسى على نفسنا شويه يا جماعه. يعني حته اللي هو احنا عارفين ان الشخص اللي معانا ده غير مناسب، ايا كان بقى انت شايفها كده. يعني انا محتاجه اقسى على نفسي. ايوه. واجي على قلبي واكسر قلبي بايدي. ايوه. عشان احافظ على كرامتي. صح. من واحد ده محتاج محضر. ده ملوش حل. ده محتاجين نخدم منه. ضحك عليا 8 سنين. ما انا عايزين نلحق المشكله. هنعمل ايه؟ هو خلاص مفيش مجال بعد ال8 سنين دول نصلح فيه. انا شفت انا بهز الترابيزه ازاي. خلاص طالما مفيش مجال تصلح فيه تخربها على الاخر. ما هتخربها هتعمل تروح ايه؟ تقول لمراته. وتفتكري ده الحل؟ هو ده الحل. طالما كده خربانه هينفصل هو ومراته. بقول لك خلاص لا تتكل هو يتكل على الله. بقول لك ايه، اصل طالما كده خربانه خلاص واتضحك عليها ونبوظها. ما هي كده بايظه يا معلم. هنوصل ليه بقى؟ هنعمل ايه؟ البنت اللي متعلقه دي تيجي بقى زي ما انت قلت على نفسها وقال بقى كرامتها وتتعلم ازاي تشد حيلها وتروح تقول لمراته والمسجات كلها والرسائل بتوع ال8 سنين لمراته. برضه هو وحماته. هاتي نمره حماته عشان لو مراته عدت حماته ما تعديش. والعنوان بقى كله بقى ضحك عليكي 8 سنين. ضحك عليكي 8 سنين. طب هي في ال8 سنين تصدق فكره حلوه ان هي تعملوا الكاوتش؟ جدا جدا عشان ما يبقاش فيه مفر. انت النهارده بتاعنا مش هتتحرك. طب سؤال، هي في ال8 سنين ما شافتش اي حاجه؟ ما بنشوفش. مراية الحب عامية. والله العظيم اللي قال لي مراية الحب ندغدغها ونقف على جتتها كده وعاملين تخ 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 تخ. 8 سنين مش عارفة تلاقي حاجة واحدة. ده شطارة منه تقريبا. ده يعني ده معلم. والله ده ساحر. ده معلم ولازم يتعلم. يخفي الورق. ده معلم ولازم نعلم عليه. والله للأسف الرجالة مضاعفين موقفي قوي في الحلقة دي قوي. بس ما تقولش رجاله بس يعني طيب ده حضرتك تعملي ايه؟ ده تعملي ايه فيه ايه ده؟ ده تقولي لي كل واحد فينا يروح من طريق خلاص وده اللي يبلك في كل حته. ده احنا مش عايزينه معانا اصلا في الحكايه ولا في الدنيا ولا بتاع. وانشافي كده وشدي نفسك. ايوه. لانه حضرتك ده صح ندل. هو ده وجبان. ايوه. وضحك عليك. صح. وكان متجوز جدا واداكي على هنا اهو خلاص. والصور الرسايل كل اللي ما بينك وما بينه سكرين شوتس كده يا حبيبتي، بس شيلي اسمك من فوق. كده اهو. وهاتي اشتري نمره غريبه وقومي بعتها لمراته. وهاتي نمره حماته. هو البرودكاست ده اللي هو سيلكت اول انتر مثلا، او تجيبي نمره التليفون. هاتي نمره التليفون بقى. ايوه وابعتي حاجات عنده وابعتيها من عنده لكل الناس اللي عنده يعني. هو بصراحه يستحق. صح بصراحه ندل.